بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها بحوله تعالى. أحييكم أنا من قناة سلام أحمد شريف في هذه الحلقة رقم 209 بحمده تعالى. ويسرني اليوم سيداتي سادتي أن أكرس هذه الحلقة لمركز أدال أستراليا. وعدتكم في الحلقة السابقة أن أقلب وإياكم صفحات من ديوان شعري الأول، وقلت إن لم يطرأ علينا طارئ فقد طرأ هذا الطارئ الجميل، وهو تبرع الإريتريين في هذه المدينة بمبالغ مالية ضخمة سنشير إليها في متن هذه الحلقة. عزيزي المشاهد، الإريتريون هنا في هذه المدينة يتوزعون في شمال المدينة وجنوبها وشرقها وغربها وفي الوسط. واحدة من التجمعات الإريترية الكبرى في منطقة الشمال. المقيمون في منطقة الشمال يعتبرون من الأفراد الإريتريين الناشطين. كذلك المنطقة الغربية تشاركهم في هذا المنشط. فتنادوا أولئك الإريتريون في منطقة الشمال ويعني شمروا عن عزيمة الجد، فسهروا الليل والنهار واجتمعوا وتحدثوا وهكذا إلى أن وصلوا ليلة 8 من نوفمبر، وهي ليلة التبرع لبداية الخطوة الأولى نحو مركز أدال أستراليا. مركز أدال أستراليا سيكون مركزا إريتريا إسلاميا دعويا لغويا ثقافيا وطنيا وتربويا. ولذلك أولا يعني نهنئهم على اختيارهم اسم أدال، مركز أدال أستراليا، لأن ربط التاريخ بالواقع والمستقبل شيء مهم يعني. وأدال معروف مكانته في التاريخ الإريتري وطنيا وحضاريا. عزيز المشاهد، كاميرا قناة سلام كانت هناك ممثلة في شخص ضعيف، وقد لبيت الدعوة الرسمية التي قدمت لي من الجهة المنظمة، فحرصت كل الحرص أن أسجل بنفسي الفيديوهات، خاصة الكلمات الرسمية التي قدمت للجمع الذي تقريبا قارب 1000 من الحضور. يعني حقيقة يعني كان حضورا مشرفا من الذكور والإناث والشباب والأطفال والشيوخ. وقد شكل الشباب ما نسبته 40% من الحضور، و40% تقريبا أو أكثر من الناشطين بهمة المركز. ولا سيما أنه شارك في ليلة التبرع كوكب من علمائنا الأجلاء، على رأسهم سماحة الشيخ عبد الله الحواري هنا في مدينة ميلبورن، وهو من علماء فلسطين الحبيبة. وكذلك الشيخ حسن قبريس من هنا من أستراليا. ومن خارج أستراليا استمع الناس، الحضور أعني، إلى كلمة الدكتور توفيق الصايغ بارك الله فيه، وإلى كلمة الدكتور محمد سعيد فايد. كانت لكلماتهم الأثر العميق في نفوس الحاضرين وغير الحاضرين الذين باشروا التبرع، حيث بدأ التبرع ب25,000 دولار في البدء، ثم 20 15 و10 و5 إلى 1000 إلى 200 إلى 300 إلى 500 وهكذا، وكل بما تيسر له. عموما جملة ما تم التبرع به قولا وفعلا فاق ال500,000 دولار أسترالي. وهنا كانت الفرحة عارمة جدا، ونهنئهم ونبارك لهم ونهيب بالذين يعني قدموا وعدهم أن يفوا بوعدهم ويقدموا ذلك التبرع. وهنالك من تبرع على الأجهزة مباشرة من حسابه. عموما نحن هنا في قناة سلام الإعلامية المباركة أعزائي المشاهدين نشرف أن نقدم لكم سلسلة الكلمات التي قدمت تباعا في هذه الحلقة. وأختم في الحديث في نهاية الحلقة بحديث مقتضب إن شاء الله.
فكونوا معنا. هذه قناة سلام الإعلامية المضافة. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ازدهرت بعطاء، بدأت بنوايا حسنة، كانت من أشرف الشبان أنهم يلتقوا في بعد صلاة المغرب يصلوا مع بعض ويتسامروا. بدأت هذه المسيرة ببذرة صغيرة زرعت في أرض الإخلاص وسقيت بعرق الصادقين وازدهرت بالعطاء وتمدت ظلالها من النورث لحد ما نزل الغرب. اتجاهنا كله كان من بدايتنا نركز على الفاميليز، كيف نجذب أولادنا، كيف نهيئ فيهم مشاعر الأخوة والانتماء، إذا كان انتماء للوطن أو الانتماء الموجودين فينا. الليلة كنا نحن نعتبر إسرائيليين بس عندنا منشأ نركز فيهم منشأنا وين. البداية كانت متواضعة جدا، كل ما نقدر نقول عليهم إنه كانوا شباب قاعدين يتونسوا مع بعض ويتسامروا ويوزعوا أفكارهم ويقولوا نحن حنكون أسرة مكبرة شوية تبدأ من نفرين ولا أكبر محتوية كل الذات، كانت شباب، كانت نساء، كانت الرجال. ومن ثم استمدت روح الأخاء مع بعض إنه يعملوا دورات رياضية، دورات تربوية، دورات ثقافية. ومن ضمنها أنتم شفتوها عادة كل سنة في رمضان بنحتفل قبل رمضان، خلال رمضان، وبعد رمضان. إذا كان عندنا دوات إسلامية وكان عندنا فيها فقرات تربوية وكان عندنا فيها في رمضان كان الناس كلها بتشهد كنا بنعمل في خلال رمضان. أنشطة رياضية نفس الحكاية، كنا نبدأ بأطفالنا الصغار كنا نراعيهم لحد ما يستمدوا قوتهم ويتدربوا أنه يقدموا لنا أروع ما عندهم. وهي بقت دورة متكاملة سنوية وأنشطة رياضية لكل الأعمار. ده الغرض من الفيتين هو تحبيب الناس لبعضها، تجميعهم في مكان واحد، هدفهم واحد، تربوي إسلامي ثقافي متجذر من الجذور الإرثية اللي احنا نقدر نقول عليها نستمد من آبائنا وأجدادنا. طوالت الأعوام وقدت هي فيتين منارة للأسرة وموئلا للشباب. شهدنا فيها عقد من الزمن ما يفوق 10 سنين. احتفلنا قبل سنتين هو 10 سنوات مقدمين، والحمد لله من كنا 23 أسرة ما يفوق 220. طبعا الأخوة بيعرفوا أن الأسر تتكون ما فوق 5 أتليست، يعني نقدر نقول أن إحنا شريحة كبيرة في المنطقة دي بنقدم خدمات لجاليتنا الإرثرية. ما نسينا التعاليم الإسلامية إنه إحنا بنشوف عالمنا هنا فيه شنو عشان أولادنا ما يكونوا يطلعوا برا النطاق
التربية الإسلامية. توجهنا كان توجه إنه كيف نحافظ على أسرتنا الكبيرة وأسرتنا الصغيرة. أسرتنا الكبيرة كإريتريين عامة تحت لواء أننا إريتريين ساكنين النورث، لكن خدمات تمتد من نورث لأقصى الغرب، وعندنا من الناس اللي قدموا لنا اقتراحات إنه أداة تسمى أداة كل واحد كامل أقصى الجنوب. فنحن ما بس هي فكين هنا، هي فكين لكل الناس، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة. بالإنجليزي المختصر أقول لشبابنا: Boys, the young ones, and young at heart, you all know about EFHN. How we have delivered in the past 10 years, and what we are about to deliver. Tonight we are not for the kids. Tonight we are for your future. I'm going to leave this one for your imagination. What your future is going to be with EFHN, I leave it for your imagination. Important day. And also I want to reserve a really important thank you to all our volunteers who actually been doing tireless effort and dedication, not just today, for the last few months. Thank you, thanks a lot. وجزاكم الله خيرا. Brothers and sisters, as you've seen from the video, Adar Center is not just an idea, it is a vision. A vision to build a place like the kids, you heard them, where the call to prayer is done daily and echo daily, where our children, بمشيئة they learn Quran, where our youth play sports, where our families, women, girls gather, inshallah, daily rather than just on Saturdays. This is our journey, like you've seen from the video. It's not just about building walls, but to build a masjid center community. One that stands for generation, inshallah. On the next slide, I'll just take you through what we're going to talk about, my brother Usman and myself. So tonight's presentation includes the following content. First, we will go through the 5 project phases. Then we will focus on our central message, which you've seen in all the people who will talk today. Work together to build our future, inshallah. Finally, we will explain how we'll be able to get a permanent place. A place where we call home, and we will call masjid, and we will call our center, inshallah. On the next slide, I just would like to take you in terms of a comparison. This is a journey, and the journey is similar to when climbing Mount Everest. Remember when people climb Mount Everest, they don't start straight away and jump to the top. It's a lot of work, it's a lot of effort, and a lot of consensus, climate acclimation, and also there's a lot of training to happen. So until they get to the top. So we making it similar journey, the 5 phases is similar to climbing to the top. At the top, بمشيئة will be our center, a vibrant center, exactly what the kids and the elderly and the women and the girls, they said. They want a place to call home. They want a place where they could learn Quran.
They want a place where they could play sport, not just on Saturdays, every single day, inshallah. So if we go to phase one is the vision and foundation. That phase started in 2023. So we started by listening to the community. What do they want? What do they want to see in that center? And we completed a lot of feasibility studies, and we done a lot of research work. Then we went to the second phase. That second phase started in 2024. We mobilized the community. We want to hear from them. We want to spread awareness. We want to inspire the family, the youth, and the kids to come together and go with us through this journey. And at the same, in this phase, we built a lot of work to structure the adult center and make it 100% community involvement in decision making. It's not going to be for a few, and as Muhammad EFHN, through EFHN journey, there's around over 40 people involved in the committees, different people. What it did that, it actually brought the community together because we knew each other, and the whole, that basis, we are taking into the structure of Adult Center, inshallah. Phase 3 is started by fundraising drive and contribution drive. We started various ways, founding members, the concept of founding member, to encourage people to start with us in this journey. It's not just for a few, it was for everyone. The first step that we have started, as you see, and also you have seen it in the video, that we have created a lot of community surveys that deal with that. What do you want? What would you like to see in your community? And we have some beautiful diagrams from all of the community members, children, women, men, elders. Each one of them have presented what is the idea behind this center. So what we are looking for is now to have, we have established a kind of, based on the recommendations, the videos that you have seen already, we have established a subcommittee that is going to look for different properties. There are different criteria that we have been already thinking about and considering when we are looking for the property that we are looking for. These criteria were, how can we find a place which is close and accessible by everyone? Second, we need to see also a place which is big enough to include most of the activities that all of the community members have already requested. And the third one is that we're looking for is actually the budget, the money, which is very important also, because if you don't have money, then you cannot do it. So we have been looking for properties. We had different options, and there are, the subcommittee have been working a lot with solicitor, with real estate agencies, looking for different areas and lands that we have here. At the moment, we have reached around 4 lands that we think that, or properties that we think that they might be viable, but it will all again depend upon what we are going to be raising today and the day after. أثابكم في ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. أتيتم اليوم إلى هذا المكان وأنتم حجزتم هذه المقاعد، ومن خلالها إن شاء الله ستحجزون بل وتؤكدون مقاعدكم في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. لأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فأنتم أتيتم من أجل ذلك، وأتيتم من أجل أن تحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وتعالى يقول:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وبعجالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول شيء قام به هو تأسيس المسجد. والسبب في ذلك لأن المسجد كان يمثل كل المرافق العامة للدولة الإسلامية الفتية، فكان متعبدا ومصلى ودارا للشورى ومقرا للسلطة التنفيذية وقائدة عامة للقوات المسلحة ومدرسة للتربية والتعليم وإلى آخره. لأجل ذلك أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الهم، ولم يفكر أين سيكون منزله، لأنه بعد ما حدد الرسول مكان المسجد بعد ذلك قال: أي بيت أقرب من أهلنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب إلى المسجد، حتى تفكير البيت الذي هو ليس له بعد ما حدد مكان المسجد. ولأجل ذلك إذا كان الواحد منا قادم جديد إلى هذا البلد ففكر في الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادما للتو ولم يكن له مكانا يستظل فيه ولكنه قدم المسجد. إذا أنت لا تملك دارا فهذا أيضا لا ينبغي أن يكون لك مانعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له دار وإنما قدم المسجد. إذا أنت مديون وتبرر ذلك فتريد أن تسد دينك ولا تشارك في هذه المشاريع، فبالتالي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة التي سافر الرسول على متنها كانت مقدمة ومعدبة أبو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بالثمن يا أبا بكر. ولأجل هذه الأسباب هذا المركز إن شاء الله سيقوم كذلك، سيكون كما ذكر الأخوة مكانا للتربية والتعليم، قاعة للزواج، مجلسا للعزاء، كل ما يمكن أن تتمناه سيكون فيه، وعلى رأس ذلك تربية الأجيال القادمة، ومن ضمنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وقبل ذلك كتاب الله جل وتعالى. إذن ينبغي أحبابي في الله أن نحجز هذا المقعد في جنة عرضها السماوات والأرض بمشاركتنا وبسخائنا وبتقديمنا ما كتب الله سبحانه وتعالى لنا في ذلك. الآن إن شاء الله أود أن أقدم إليكم شيخنا الفاضل الشيخ توفيق الصائغ، ومعه كما قالوا حديث لا يمل سماعه، سواء علينا نثره ونظامه، إذا سمعته النفس طاب نعيمها وزال عن القلب المعنى غرامه. هذا الحديث كما قلت هو مع الشيخ توفيق الصائغ، فإن شاء الله يكون معنا ولكنه من على بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وجزاكم الله كل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وعلى رأسكم مشايخنا الفضلاء الذين طوى هذه المسافات كلها فأتوا إلينا، جزاهم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان الذي يجتمع الناس فيه للأفراح، المكان الذي يلتقون فيه لتقديم واجب العزاء، المكان الذي يتواصون فيه بالحق ويتواصون فيه بالصبر، ويعين بعضهم بعضا على الأخذ بأوامر الله تبارك وتعالى والدعوة والتعليم وشتى شؤون الجالية التي نحتاج إليها جميعا. في غنى عن كثير من المقدمات وعن كثير من المرغبات، أقول معاشر الإريتريين، نحن بحاجة إلى عمل يجمعنا. كثيرا ما كنا في المراكز الإسلامية في الشرق أو في الغرب، كثيرا ما كنا ضيوفا على الجاليات الأخرى سواء من العرب أو العجم، واليوم قويت شوكة الجالية الإريترية هنا وهناك، وأصبحت لنا مراكز تخصنا. ليس معنى ذلك الانفصال عن محيطنا الإسلامي أو عن إخواننا الذين يشاركوننا الهم لا سيما في الغربة، ولكنه تسجيل حضور وتواجد. ونحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الناس يصومون عاشوراء فسأل، قالوا: يوم نجى الله فيه موسى
قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. نحن أحق بهذا التشريف وهذا التكريم وهذه البادرة من كل الذين سبقونا، لأننا لا نزال وسنظل نفاخر بأننا الذين دخل الإسلام بيوتهم قبل أن يدخل حتى بيوت المسلمين أو الذين أصبحوا فيما بعد مسلمين في يثرب التي أصبحت فيما بعد المدينة المنورة. نحن الذين دخل شعاع النور الإلهي ممثلا بنور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم وإلى بلدانهم قبل أن يعم هذا الشعاع والنور على أرض الجزيرة العربية قاطبة وعلى بلاد العالم. فإذا كانت لنا البادرة والسبق فينبغي أن نكون نحن أحق وأولى بكل سبق ندعى إليه في تأطير العمل الإسلامي والوحدة الإسلامية. سأكون ممن يدس رأسه في الرمال إذا لم أذكر أننا معاشر الإريتريين في المهجر أيضا عندنا شيء من الإشكالية، إشكالية الاختلاف والتنازع أحيانا، وسبب ذلك في كثير من الأحيان إما المناطقية وإما اختلاف وجهات النظر. هذه المراكز هي الدور والمحضن الإيماني الذي يجمعنا على كلمة سواء، والدعوة إلى توحيد الجهود وإلى رص الصفوف هي دعوة شرعية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية هذا الشأن قال قديما: ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. كم تأخرنا وكم تراجعنا بسبب الاختلافات، إما على المناصب، إما بسبب المناطقية، إما بسبب الجهوية، إما بسبب الانتماءات التي سبقت حتى وجودنا أحيانا، لأن الناس يتناقشون في قضايا لم يكن لهم فيها دخل في البداية ولم يكن لهم تأثير في النهاية، يختلفون لمجرد الاختلاف. نحن بحاجة إلى أن نوحد الصفوف، وإلى أن نعتصم بحبل الله جميعا، وإلى أن نجعل القدم على القدم والكتف على الكتف، فإن الشيطان إذا وجد فرجات تسلل إلينا. عند تدشين هذا المركز أبارك للإخوة العاملين والإخوة الممولين والإخوة الذين كان لهم جهد بارز ولهم نفس في العمل الإسلامي، القريبون والبعيدون. هذا المركز صدقة جارية ستكون نائما في بيتك مع أهلك وولدك، ولا يزال صرير أقلام الملائكة بكتب الحسنات جار إلى يوم القيامة. وكم من شخص ربما قدم توجيها أو نصيحة أو قدم عونا أو كان فنيا فشارك في جزء يتعلق بعمله في هذا المركز، أو ساهم بمبلغ بسيط كان يرى أنه لا يقدم ولا يؤخر. نظر الله إلى هذا العمل فعظمه وكبره كما هي عادة مولانا سبحانه وتعالى، أن النبي أخبر أن أحدكم إذا تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يربيه لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه وقلوصه. فيربي الله عز وجل هذا الدولار وهذه الحسنة وهذا العمل وهذه اللبنة وهذا الجهد حتى يكون يوم القيامة كأمثال جبال تهامة. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لكم على هذا العمل الجاد الذي تقومون به. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. الحمد لله الذي جمعنا. عندما خرجنا من بلداننا سبحان الله خرجنا فرادى، ولكن الله سبحانه وتعالى الهجرة باب من أبواب الخير وباب من أبواب العطاء، باب من أبواب ثقل التجربة والمعرفة. اليوم ما تقومون به هو بناء عمل عظيم جدا، عمل ليس فقط المسجد، ليس جدران تبنى أو حجارة، إنما هو هو مكون لبناء الإنسان، مكون لجمع الكلمة، مكون إن شاء الله تعالى لعمل نتشرف به. أبارك لكم أولا على هذه الخطوة العظيمة التي قمتم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. أسأل الله أن يجزي الذين أسسوا والذين بنوا والذين سهروا في بناء الاجتماعات
لنصل إلى هذا اليوم العظيم المبارك. أحبتي الكرام، سبحان الله كما تفضل كثير من الذين سبقوني في الحديث على رأسهم فضيلة الشيخ الجليل الشيخ توفيق، نحن صلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم صلة عظيمة. فحتى قبل البعثة مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمن بركة الحبشية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الحبشة في أول من أرسل ابنته رقية وعثمان بن عفان وجعفر. هذه البلاد التي استقبلت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البلاد التي استقبلت الإسلام وأمن فيها الناس. ونحن وإن كنا مهاجرين اليوم سبحان الله فأسلافنا استقبلوا المهاجرين، ولنا أن نفخر بهذا. ولنا أسوة فيما قالته السيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا أم سلمة، قالت كنا في خير عند خير جوار عند النجاشي، قال سبحان الله أمنا على ديننا عبدنا ربنا لم نسمع شيئا نكره أو نؤذى في ديننا. بقت سنوات في الحبشة. اليوم الإنسان عندما يهاجر حتى من أول أسبوع تبدأ رحلة المعاناة، ولكن عندما ذهبوا إلى تلك البلاد، إلى تلك البقعة المباركة، وجدوا فيها ذلك الدفء وذلك الحنان. فاليوم الحمد لله مع الهجرة أيضا سبحان الله قدركم وجعلكم سبحان الله سببا لأن تخصصوا هذه الأرض التي إن شاء الله سيقام فيها هذا المركز الإسلامي. ربما الذين يعني بداية المهاجرين ما ظنوا أن الناس سيسجدون فيها أو يركعون فيها أو يقومون فيها ببناء مسجد، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص من يشاء سبحانه وتعالى بفضله وكرمه. فاختصكم ربي سبحانه وتعالى لهذا العمل الجليل العظيم. وهو كما قال يعني أظن الشيخ حسن الله يجزاه خير في البداية، النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به كان بناء المسجد، بناء مسجد. وحتى عندما بنى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتظر حتى إلى البناء الكامل، حتى قبل أن ينتهي السقف قال بل عريش كعريش موسى، فكان يسجد فيه الإنسان. ولكن أنا أريد أن ألخص كلمتي في أمرين. أول، المسجد سمي مسجدا يعني مكان للسجود. وأنا إن سألت مشايخ الأفاضل وإخواني وأخواتي عندما نذهب إلى المسجد هل الشيء الوحيد الذي نقوم به هو السجود؟ ألا نقوم؟ ألا نركع؟ ألا نتعلم؟ ألا نذكر؟ نقوم بأشياء كثيرة جدا. لماذا سمي مسجدا؟ لأن السجود هو علو ورفعة. حتى قال ربي سبحانه وتعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إلى الله، أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما خلق الله ما درأ أو ما برأ نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وما رأيت الله أقسم بحياة أحد من خلقه غير حياة محمد، ولكن الله قال له فاسجد واقترب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقترب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالسجود فما بالنا. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فلماذا المسجد؟ لأن فيها تمام الخضوع، تمام الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وتمام الرضا بالله سبحانه وتعالى، وهي رحلة الإيمان. حتى إذا ما تأملنا سورة البقرة أول سورة بعد سورة الفاتحة وأطول سورة، لماذا سميت سورة البقرة؟ لأن في سورة البقرة في بداياتها كان يقول معاندين لموسى عليه السلام يقولون له ادع لنا ربك يبين لنا، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك 3 مرات. وفي ختام سورة البقرة ترى هذه الأمة وما تتميز به من ذلك التواضع وحال سجود الله سبحانه وتعالى. في ختام سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علينا. فهكذا سبحان الله المسجد مكان للسجود وسجود القلب لله سبحانه وتعالى. يعني moving inshallah more active. Can we ask, because mashallah after many talks it's difficult to have another talk as well. So can we ask everyone stand up please? Jazakumullah khairan. Stand up, yeah. You can have exercise, there is no problem. It's okay inshallah.
inshallah. You ready, inshallah? For Fajr prayer? Sure. Jazakumullah khairan. Just before you sit down, if we can ask everyone, just close your eyes as well. Close your eyes, not sleeping. Cannot sleep during you understand that. And imagine that Allah subhanahu wa ta'ala in the judgment day ask you what you did in this dunya, what you did for your community, what you did for your centers, for your families, for your generation. And tonight, wallahi, we have a big chance, inshallah, to have something. It will be in continue, inshallah, to have sadaqah jariyah and to have something really benefits for the ummah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to use all of us to do that, not to replace us. جزاكم الله خير. Sit down. إخواني أخواتي الكرام، هذه الاجتماعات these events من الأهمية بمكانة عظيمة جدا، ولعلي ألخص الليلة نداءين، الأول للإدارة والثاني للحضور. أما للإدارة نصيحة: إياكم أن تفكروا في شراء شيء أقل من 1 إيكر على الأقل. ما تفكر هذا 1000 متر، لا 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 لا، 1 إيكر the minimum. نحتاج إلى مكان يكون فيه للصلاة، وأنا النصيحة وهذا توجه من خبرة، دائما اعمل القاعة اللي هي بيسموها مالتي بيربس ضبل حجم المسجد. خلي حجم المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس على قدر الجارية، واجعل القاعة ملاصقة للمسجد بحيث تستطيع أن تفتحها في أوقات صلاة الجمعة وصلاة العيد ورمضان. فبالتالي المساحة الكبرى اللي هي نستغلها للجمعات الكبرى تكون يعني مفتوحة. أما المسجد فللصلوات الخمس، وكلكم بيعرف أن الصلوات الخمس عادة ما بيكون فيها عدد اللي بيكون فيه صلاة الجمعة وصلاة العيد. هذه نصيحة عن تجربة. والترخيص للقاعة أسهل من المسجد، فبالتالي عدد الباركين وإحنا محتاج ليكون في باركين برضه بيكون أسهل. وضروري جدا أي مكان إنه نشتغل فيه يكون فيه ويكند سكول لتعليم اللغة العربية، أو ممكن استخدام المدرسة. إحنا عندنا في مسجد مريم الآن 1 إيكر فقط. عندنا ما يقارب أسبوعيا أكثر من 65 حلقة تدار في المسجد، أكثر من 65. مش كلها بإدارتنا نحن، وإنما هناك في يعني مؤسسات أخرى. المقصد ممكن استغلال، فوسعوا موضوع الغرف، يكون في هناك غرف للتدريس سواء ويكند سكول أو لتدريس أو لعمل مركز قرآني وعلوم شرعية، زائد قاعات للاجتماع. وضروري جدا يكون هناك مكان خاص للأخوات. إياكم أن يكون أخوات بس والله هيك حطوا ستارة وعلى، لا لا لا، خلي يكون لهم مكان خاص يعرفون أنه لهم لا يستخدم تحت أي ظرف من الظروف إلا فقط الأخوات. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ حقيقة احنا عندنا المصلى اللي جعلناه للأخوات كثير طرحوا علينا إنه والله خلينا بالعيد برمضان. قلت لهم هذا المكان خاص للأخوات، ما حدا قرب عليه. وفعلا هذا مهم جدا، لأن الأخوات هن صانعات الأجيال، الأخوات هن مربيات الأجيال، فلا بد أن يكون لهم اهتمام خاص وتركيز. جزاكم الله خيرا. ويكون هناك كذلك تمكين للشباب. الشباب our leader. I don't say the youth is the future leader. No, they are our leaders. I am very sure that tonight, mashallah, most of the organization comes through the youth. Provide education بإذن Azza wa Jal. We provide a sense of tranquility, a sense of community,
And this is so needed in a country like Australia. And alhamdulillah, we will have ample of opportunity to do so. So we need to come together. And this is a great idea. And we should all be involved. Wallahi, my respected brothers and sisters, if we don't provide such places, we're going to lose our kids. We're going to lose our boys and girls. So I won't say it's a choice. It is incumbent. It is a must upon us as Muslims to get together bi'idhnillahi azza wa jal and to provide facilities for the youth, for the young men and women, for the parents, and for the adults. So therefore, alhamdulillah, it's not just they intend not just to build a masjid, because you can pray anywhere. But to have a youth center where you can join the kids to play, pray, socialize, eat, this is exactly what we need. We need to allow them to say, stop thinking of just a masjid where you can't play, where you can't do. But if you allow them to say, buy something like this, 4 walls and a floor, you can do so much. So therefore, alhamdulillah, the perception that many people have, it's been changed. Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah, many people are coming from around the country and even overseas. They've seen, okay, my center, what's this my center? 4 walls and a floor. Allahumma lakal hamd, we have the biggest congregation in Victoria. Basic, just keep things basic. We don't have to build something that is extravagant. No, just keep things basic. And this is what the brother, may Allah bless him, told me, and I'm overwhelmed. The whole idea is to draw the youth. The youth have energy and have strength. If they don't utilize that energy and strength in good, they're going to utilize it in bad. As simple as that. And it is up to us as parents, as allow me to say, community leaders, to provide the facilities where they can allow me to say, all that energy and all that strength that they have, it'll be utilized in the right manner. Our kids, can't just say haram. You can't do that's haram, haram, haram. You make Islam boring. Where's the halal? Where's the halal? Islam says haram, haram, haram. Where's the halal? So therefore, this ideology that many people have, everything's haram. Okay, provide the halal. It's your duty as an imam and as community leaders to provide the halal. Before you tell them haram here, it's halal. Okay? So therefore, that's one of the reasons that we built this swimming pool. Anyone say, why swimming pool? People are dying from hunger there. Excuse me. You don't know. Because you're not involved in dawah. When you have a pool, first of all, the sisters are overwhelmed. Alhamdulillah, we have a swimming pool. Okay, they can swim, there's no cameras, they can feel free, they can... we can't just, you can't swim, the boys go to the swimming pool, the boys go to the beach, the girls, everything haram, haram, haram. So what we're providing, and inshallah other organizations do better than us, we have to look at what is halal. What can we provide to the youth? Alhamdulillah Rabbil Alameen, and I'm just speaking to my beloved brother there, you guys have the same foresight, and by Allah we will stand by you and we will support you with Allah. بارك الله فيك. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط زي ما يسمى. كان مسجد رسول الله هو كان من المحاكم كانت تكون منه الجهاد، منه الدعوه، منه كل شيء. ما يسمى بالضبط هكذا. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. التنافس في الخير، التنافس في بناء المسجد، هذا مباح في الاسلام. لما تقدم صدقة وتخفيها، لما تقدم صدقة للمسجد تعلنها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يجيش جيش العسرة فله الجنة، من يجيش جيش العسرة فله الجنة. فأتى أبو بكر الصديق بكل ماله، ثم أتى عمر بن الخطاب بنصف ماله، ثم هكذا، وعثمان أتى ب100 ثم زادها حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما در عثمان ما فعل بعد اليوم. اليوم ان شاء الله منا من ياتي بكل ماله ويكون مع ابو بكر، ومن ياتي بنصف ماله ويكون مع عمر، واقل واحد فينا سياتي باموال سنتين تحت 3 شهور ويكون مع ابو عقيل. ابو عقيل هذا الصحابي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هو فقير جدا، مشى وأجر نفسه وأتى بصاع من تمر، قسمه نص له ونص للمسجد. الآن سنبدأ يا شيخ أبو حمزة يلا ويستار. من يبدأ
ب 25000 واخلي المايك للشيخ ابو حمزه. طيب just a couple of just a small advice. والله أقسم بالله العظيم. You're dealing with Allah here. Allah has said, وما تقدموا لأنفسكم. No, لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Allah has said subhanahu wa ta'ala, and whatever you give for yourself. So whatever I'm giving, I am giving for me before I'm giving someone else. Subhanallah. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص صدقة من مال. Charity does not diminish your wealth. والله العظيم. Now this is an opportunity for us. فرصة والله فرصة. والله العظيم الحياة فرصة أيها الأخوة. دعنا نستغلها. This life is short. And it's an opportunity for us, inshallah, بإذن الله عز وجل, to do as much as we can for our hereafter. بإذن الله عز وجل. الله عز وجل يقول لن تنالوا البر، هذا المكان العالي، حتى تنفقوا مما تحبون. Allah says subhanahu wa ta'ala, you will not reach this high level of faith until you give of that which you love. From all the ladies, from all the ladies, you see, this is unity. Wallahi, when the Muslim community is like this, we can achieve so much. Wallahi, Allah yada'ana. We can do $500,000. I've been told to stay here to do $500,000. You know what? Before someone throws their shoes at me. الشيخ قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أول ما نزلت هذه الآية أنا ما ينفع واحد ساكن في بيت ب 500,000 ويجي. أيها السادة والسيدات، هكذا تابعتم هذه الحلقة، وأرجو أن نكون قد وضعناكم في الصورة تماما. ويعني سامحونا إن كانت التصوير والتسجيل، ولكن حرصت ما أستطيع عمله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء على ما نقدمه. ونقول مرة ومرات مبروك للإخوة في مركز أدال أستراليا، وإن شاء الله في يوم من الأيام ننقل لكم أحداثا وأحداث من ذلك المركز عندما يتم افتتاحه. أسأل الله يمكننا من ذلك. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.